سؤال: لا سمح الله إذا وقعت بمصيبة أكبر من طاقتك وأكبر من إمكانيتك إنك تحلها، من هو أول شخص يجي على بالك تلجأ إله؟ أشوفكم بعد الفاصل. أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم بلقائنا الأسبوعي اللي يتجدد بنعمة الرب في كل مرة. واليوم راح نتكلم عن شيء حيوي ويصيبنا في حياتنا اليومية. مرات تجينا صعوبات في حياتنا وتجينا مشاكل أكبر من طاقتنا. يعني إذا كان مرة من المرات إنسان دخل إلى دائرة حكومية وبإيده معاملة، وصل لعند موظف والموظف قال له: أخي معاملتك ما تمشي. يبدي هو المسكين يتوسل: يا أخي دي مشيها منا بأي طريقة، والموظف مصر على موقفه إن المعاملة ناقصة ما تتكمل. يرجع المسكين للبيت وهو حزين وفكره وباله مشغول، مين هو الشخص اللي يقدر يساعده ويتوسط له بهذا الأمر؟ مثال آخر: لما واحد ابنه يرسل بالامتحان ويطلب من ابنه أنه يعرفه بالمدرسين والإدارة، ويبدي ينطي هالعزومات وهالهدايا عسى ولعل أنه يساعد ابنه يطلع من هالمحنة اللي هي صعبة جدا، فيحاول أنه يرجع ابنه مثل ما كان الأول، لكن للأسف الأمور ما تمشي بهالشكل. واللي ابنه بالسجن دي يحاولون وينطون فلوس وينطون جهود ويتواصلون مع ناس حتى يحصلوا على الأقل إنسان نافذ يقدر يتوسط لهم ويطلع ابنهم من السجن. وهواية من عندنا يفكر إنه يروح عند إنسان عنده القدرة أو عنده السلطة أو عنده المنصب أو عنده الفلوس اللي يقدر يساعدنا بهذا الأمر. ومرات كثيرة لما نروح يمه ونسمع هذا الشخص يقول لنا: إن شاء الله أشوف لكم حل. وهاي كلمة مؤدبة لكلمة لا ما أقدر. وأكو أمور ثانية تكون أقوى من طاقتنا وأقوى من قدرتنا، مثل ما يصير حصار على الدولة، أو يصير حرب أهلية، أو يصير مجاعات، أو يصير أوبئة مثل الوقت اللي احنا عايشين به، وقت أزمة كورونا اللي قفلت على الحياة بكل جوانبها، واللي جيوش وقفت، واللي الاقتصاد وقف، والحركة الملاحة وقفت، كل شيء وقف بالعالم بسبب فيروس صغير. في هذا الوقت العالم كله تحت محنة أكبر من طاقته. فالسؤال: لمن نلجأ في وقت الكورونا؟ أكثر الناس يفكرون الطبيب، الصيدلي، أسواق حتى نشتري من عند الغذاء، وكلها صارت تفكر بالموضوع بهذا الشكل. واليوم حكايتنا نريد نفهم أكثر الكتاب المقدس إيش راح ينطينا من رسالة لقلبنا في هذا اللقاء. نبتدي حكايتنا لما المسيح حكى عن أمور كثيرة، كيف الطريق اللي يتبعوه، وكثير من الناس ما عجبهم أن يتبعوه لأنه أفكارهم محصورة بين الناس وبين الأرضيات وبين الأشياء اللي يشوفوها، وشافوا كلام المسيح صعب جدا أنه يثقوا بشيء من السماء وخارج الأرض. خلينا نقرأ هذا الأمر من الكتاب المقدس ومن إنجيل يوحنا والإصحاح 6. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع لل12: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ وكلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. آمين. بطرس نطق بكلمة عظيمة جدا: آمنا وعرفنا. صدقنا أنك أنت ابن السماء، أنك أنت ابن الله، صدقنا أنك أنت الخليقة تخضع لك، أنه كل الكون يخضع لك. وعرفنا هذا الشيء لما عاشرنا ومشينا معك والتصقنا بيك واختاريناك أنت، لأنه في إيدك الحياة الأبدية وفي إيدك كل مقاصير السماء.
كثير من عندنا يعرف هذا الكلام، وكثير من عندنا يمكن مآمن بيسوع المسيح أنه هو ابن الله، وكثير الناس مآمنة أنه يسوع المسيح قادر على أن يعمل معجزات وقرأوا عن معجزاته. لكن المسألة ما تتعدى أكثر من تصديق أو إيمان عقلي. وأقدر أمثلها بهاي القصة البسيطة. كان أكو لاعب سيرك معروف وعالمي قدر أنه يمشي بخط الحبل في أكبر شلالات في العالم، شلالات نياجارا، وقدر أنه يروح ويرجع عدة مرات، والناس تصفق له. وسأل الناس سؤال بسيط: أنتم تؤمنون وتصدقون أنه أنا أقدر أحمل إنسان على كتافي أروح وأرجع به؟ الكل قالوا نعم. وسأل: مين بيكم يتطوع ويطلع؟ النتيجة ولا واحد. يشبه هذا الموقف، يمكن هو طريف، يشبه موقفنا لما احنا نثق بالعقل ان الله قادر على كل شيء، لكن قلوبنا ما تتحرك نحو هذا الإله اللي قادر ان يطلعنا من الأزمة واحنا سالمين، واحنا بإيدنا السلام والهدوء اللي هو يعطيه للحياة. إذا كان جواب للسؤال لمن تروح لما توقع بالمصيبة، إن كان رأيك الله، إذا كان الجواب أنك تؤمن بالله وأنه هو قادر على كل شيء، هذا شيء جيد. وإذا كان جوابك لا، فاسمح لي أقول لك: تعال للرب وقول: يا رب، عين ضعفي وعين قلة إيماني، عيني في وسط المحن أنه أتمسك بيك، ألتصق بيك، أنك أنت الإله اللي في إيدك مقاصير السماء والأرض. أنا ضعيف، أنا محتاج قوة من عندك، انتشلني من حالة ضعفي، وانتشلني من المشكلة اللي أنا فيها، لأنك أنت وحدك اللي قادر أن تصنع هذا الأمر. بكل سهولة تقدر تصلي، بكل سهولة تقدر ترفع صوتك للسماء، هو يسمع. لقاءنا انتهى، ورسالتنا كانت واضحة من الكتاب المقدس لحياتنا، إنه ما عندنا حل غير الالتصاق بالرب. ونشوفكم باللقاء القادم بنعمة الرب. آمين.